مساء الفل على جمهور الأهلي العظيم. ألف مبروك علينا بطولة السوبر، اللقب ال16 في تاريخنا، مقابل 4 ألقاب لنادي الزمالك الرياضي لتسلية جمهور النادي الأهلي. والله هو ده نادي معمول عشان يسلينا ويمتعنا. احنا النهاردة جايين نبارك ومش جايين نتكلم في اي فنيات خالص. اولا كده لازم مبدئيا نقول الف مبروك للسوبر زيزو، ويا رب دايما كده نشوفك في قمة مستواك دايما. ويا ابني والله انت لعيب شبه النادي الاهلي، واخلاق ومحترم ولعيب كبير، اللي يحصل فيه كده وما يتأثرش بأي ضغط من اللي حصل له امبارح ده ويأدي بالتركيز ده، الله اكبر عليك. الماتش كان مشدود، ودي حلاوته ان انت كسبت ماتش زي ده. كان فرحة كده طلعت من القلب زي ما بنقول. اللي عايز اقوله لك، تجيلي بابيض تجيلي بازرق، لو شفتك ههينك، يعني زي ما حصل وبيحصل، وده الطبيعي. مين كان صاحب فكرة ان الزمالك يلعب بازرق طول السنين اللي فاتت دي؟ والله انتوا كنتوا مبوظين لنا متعة لقاءات القمة اصلا بالموضوع ده. يعني فعلا كنا مفتقدين، يعني موضوع التيشيرت الاحمر قدام التيشيرت الابيض ده لوحده كده، ده هوية القمة في الكرة المصرية اصلا. انتوا كنتوا بتمحوها، تمام. فالحمد لله انها رجعت تاني، ان انتوا سواء بالابيض بتتغلبوا بالازرق بتتغلبوا. روح بقى لموضوع كابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال عبد الحميد موتنا ضحك والله العظيم. مش قادر اقول لك يعني ايه محلل رياضي في قناة كبيرة يطلع يقول لك ان المعلق من اسباب فوز الاهلي. يعني انتوا خلصتوا كل الحجج وجاي تقول لي المعلق من ضمن الاسباب اللي خسرت الزمالك؟ يعني انا مش عارف ارد عليك اقول ايه. والله انا مش لاقي رد اصلا، يعني مش لاقي رد. وكمان بتقول على مين؟ كان اسمه مين المعلق بتاع امبارح؟ كان اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه. طبعا كان المعلق الكبير بلال علام. الكابتن جمال عبد الحميد، المعلق الكبير جلال علام. ايه اللي انا بقوله ده؟ المعلق الكبير بلال علام، اللي الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لك ان هو كان من اسباب فوز النادي الاهلي على الزمالك. الهجمة بتاعت شيكوبانزا لما عمل مشوار كده من نص الملعب وفتح سبرنت وجري وعمل هجمة وضيعها، قعد يهلل لشيكوبانزا وراح قايل جملة غريبة جدا والله ما فهمتهاش. يعني حسيت ان هو بيشجع اكتر ما هو بيعلق. يعني بيقول لك شيكوبانزا انت مصمم تجرحهم يا شيكوبانزا. فده ادي بلال علام اللي جمال عبد الحميد بيقول عليه من اسباب فوز الاهلي. وبلال علام اللي لما جون الجزيري اتلغى واتعاد قدام عينيه 4 مرات، طلع والماتش وهو بيعلق على الماتش بيقول لك انا يا ريت اللي يعرف الجون اتلغى ليه يقول لنا. يا كابتن بلال، يا كابتن بلال ويا كابتن جمال، تقول لا مش كده. نقطة بقى مهمة جدا جدا، من الحاجات بقى اللي كيفتنا قوي كجمهور اهلي بصراحة. زي ما حطيت عليهم في الملعب، انت حطيت عليهم كمان في المدرجات. يعني دي والله جرحها كان اصعب من اللي حصل بقى جوه الماتش. اللي حصل في المدرجات قبل الماتش ده كان قصة تانية خالص، تمام. جمهور الاهلي قبل الماتش رفع التيفو بتاعه، وراح جمهور الزمالك رفع التيفو بتاعه. طبعا كلنا شفنا التيفو بتاع جمهور الزمالك الفارس اللي معمول بالكرتون ده. راح جمهور الاهلي مفاجئهم ومديهم واحدة كشاف في وشهم، وكاتب لهم ايه بقى؟ لهم بانر كان متحضر مكتوب عليه ايه بقى؟ في 7:30 بتوقيت سبيستون يعرض لكم بطولات الفارس الكرتون. وراح مدمر لهم الدخلة. خلصت بقى، خلص الماتش وخلصت مشاكل الزمالك؟ لا طبعا ما خلصتش مشاكل الزمالك. ربنا رب يديمها عليهم نعمة
وتفضل في الدوامة، وتفضل كده ايه في الدوامة اللي انت دخلت فيها نفسك، يعني عشان ما تجيش تلوم عليا، انت اللي عامل في نفسك كده. تمام. بأمارة ان ادي فرجاني ساسي كسب قضية جديدة لصالحه، وغالبا هيتوقف بيها قيد رابع للزمالك ان ما كانش خامس، مش فاكر يعني. بس عموما بخلاف كل ذلك فالامور في 100 عقبة على ما يرام. وتحياتي لكم جميعا، وربنا يجعل ايامنا كلها فرحة وسعادة.